فهمناها ولا ما فهمناهاش؟ ما فهمناها. تمم بالغيب وكانت رايت. الله يبارك. يعني أنا عندما أقول لك قولا نحن أمنا بالرسول وأننا لم نره، لم يقل ألم تسمع عن أصحاب الفيل، لأنه السمع تأخذ منه معلومة. شريط الأخبار تسمع خبر، لكن إذا جاءك الخبر ورأيته عيانا بعينك لا ينسى، لأنه طبع في المخيلة. الكلمة ربما تنسى جزء منها، تنسى، أما الصورة فهي أثبت. فيقول لك رب العزة ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ أنت لم ترى أصحاب الفيل. فالله سبحانه وتعالى يقول لك إن كان البصر أثبت للمعلومة، فأنا أريد أن يكون كلامي فقط أثبت عندك مما يراه عينك. اليقين سمناه ولا هذا؟ فهم ذلك. نحن جايين بس نتعلم أخوة ما فهمناش، نحاولنا نسمع ناس. فلذلك يقول تعالى عبدي أريد أن يكون كلامي لك أثبت في عقلك من المنظر الذي تراه عينك. فلذلك آتيك فأقول أنا رب البسطاء يقول كيفاش يقول ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ وأصحاب الفيل يا أخي ولد النبي عليه الصلاة والسلام، من أين له أن يرى؟ ألم يروا كم أهلكنا قبلهم؟ هم لم يروا. القرون عندنا معنيان. معنى القرون هي الأمم السابقة، أو أن القرون جمع قرن وهو الحقبة من الزمن التي قدرها الناس ب100 سنة. لكن ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون، أي من البشر من الأمم، أنهم إليهم لا يرجعون. إذا القضية أن هؤلاء الذين ذهبوا لن يعودوا. إذا ماذا عليك أيها الإنسان أن تغتنم 5 قبل 5 كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. اغتنم 5 قبل 5: صحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وحياتك قبل موتك. اغتنمهم، لأنه بعدهم عندما يصبح الرجل كبيرا لا يستطيع، لما كان شاب يستطيع أن يصلي 20 ركعة في الليلة، لما يصير عنده 70 و80 و90 معاش فيتحسر النعمة، فيستطيع أن يبدلها بقراءة القرآن، يستطيع أن يبدلها بتسبيح. أنت عندما لا تستطيع أن تصلي إلا وأنت على كرسي تتحسر على الصلاة التي كنت تصليها وأنت تضع جبهتك لله وتسجد، تشعر أجمل صلاة تصليها وجبينك على الأرض تناجي رب السماوات والأرض، لكن غير قادر. إذا حرمت من لذة كان بإمكانك أن تنتفع بها عندما كنت صحيحا. إذا اختلف 5 قبل 5. لماذا؟ أنهم إليهم لا يرجعون. ثم يقول تعالى وإن كل لما جميع لدينا محضرون. إذا ما من إنسان في فرق، مش قال يحضرون، لا محضرون. أحضر، تشوف البوليسية يجيبوا المجرم أحضر، يقول له أنا ما نحبش نمشي، أمشي، فيساق سوقا. إذا أحضر رغما عن أنفه. فالآن أنت في الدنيا كنت مخيرا أن تذهب إلى المسجد أو أن تذهب إلى القهوة، تروح تتفرج على فيلم أو تجلس تقرأ القرآن، تروح تساهم في زيارة المريض يكتب دعاء، أما تروح تساوي له جلسة
خمرية أو غير خمرية أو لا، الله أعلم. إذا هذا أنت باختيار، أما يوم القيامة ستحضر وإن كل ما في واحد استثنى جميع لدينا محضرون. هذا مجلس القضاء سبحانه. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. عند ذلك ووضع الميزان ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعل. بعدها إن شاء الله نصل إن كان لنا في العمر بقية نصل إلى الزمر إلى سبحانه إن شاء الله. إذا وكل لما جميع لدينا محضر بديهم لا هذه باللغة العربية لها معنى هي أحرف جزم. عندنا 4 لم ولمنا ولام الأمر ولام النهي. ما معنى ذلك؟ أقول قدمت إلى المسجد ولم يأتي عن محجوب بعد. لم يأتي نفس المعنى. قدمت إلى معنى الرجل بسم الله يشهد له ملائكة الرحمن ويشهد له الرحمن ويشهد له هذا الرجل بالفضل بعد الله سبحانه وتعالى. أسأل الله له الرحمة والمغفرة. فيقول دخلت المسجد ولم يأتي عن محجوبة. دخلت المسجد ولما يأتي عن محجوبة نفس المعنى. نقول إذا لما ولم تفيد النفي كلاهما. متى تكون زمنية؟ عندما تقول لما قدم والدي من السفر أسرعت إليه وقبلته، أي عندما أي حينما تفيد الزمن. أما هنا وإن كل لما جميع لدينا محضر، يعني ما من أحد إلا وسيأتي. شيخ يختلف المعنى في رواية قانون لما أو بتعرية التضعيف معناها الله أعلم. الله يفتح علينا في ولي حبيبي. الكل في كل اللغة العربية إذا وجدت كلمة تختلف في قراءتها فاعلم أن المعنى يختلف ويتغير المعنى. تغير المعنى يضعف التركيب البنائي للجملة. إلا القرآن الكريم إذا وجدت اختلافا في القراءة أسرع وجعل المعاني سريعة جدا. وقلنا نحن في أول جلسة ما بعرف قلنا على مالك ومالك، حكيناه ولا ما حكيناش؟ ما حكيناش. بس نقول نعرف. عندما أقول أنا مالك يوم الدين، كلمة مالك أي يملك، والذي يملك يتصرف فيما يملك مالك. فأنا أملك هذا الكتاب، فأنا حر في أن أتلفه، في أن أبيعه، في أن أهديه، في أن يعني أفعل به ما شئت. فإذا كنت مالكا فأنا صاحبه أتصرف به على الوجه الذي يرضيه. لكن عندما أقول أنا ملك، الله لا يجعلنا كذلك. فالملك يحكم ولا يملك. يعني لما تجي على الملك بلجوان، ملك بلجيكا قبل، هو ملك، هو يحكم وفق سلطاته الدستورية بأمور معينة، لا في الحكم لأنه ملكية دستورية،
لكن في مجالات معينة جعلوا له هذه الصلاحية، فهو يحكم. نأخذ ملك البحرين، ملك عمان، ملك الأفريقيا، ملك يحكم. لكن هل يستطيع ملك البحرين يجي له أخي وليد عنده مثلا لنفرض أنه بحراني، يجي يقول يا مدير ديواني برا جيب لي سيد وليد، جيب لي هو لحنا، ويا سيد سفيان برا جيب لي 4 سكاكين وسهم، أنا نحب اليوم نحب نتسلى بش قصد. قل لا، أنت ملك تحكم لكنك لا تملك. أنت لك ما تحكم لكنك لست مالكا، فما يعني ما تملك ما السلطة التي تتمتع بها بحكم أنك ملك لا تخول لك صلاحيات المالك. الله سبحانه وتعالى إذا قلنا مالك فهو مالك يتصرف في ملكه كيف يشاء، ينزع الملك ممن يشاء، يعز من يشاء، يذل من يشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. أنت ملك لأنك أنت ملك تحكم، أنزلت الدستور، وأنت مالك تتصرف فيما تملك. فإذا قرأت مالك يوم الدين صدقت يا الله، وإن قرأت ملك يوم الدين صدقت يا الله. لكن لا نستطيع أن نقول ملك مملكة كذا ومالك مملكة كذا. الوحيد هو كتاب الله، أنك إذا قرأته قراءات متعددة في كل قراءة وجدت أن المعاني قد أثرت الكتاب. وإن شاء الله يعني نمر على هذه وإن لا أجيد يعني إلا حفصة، ولذلك أصلي بكم حفصة تنتمي لأنه يعني إن شاء الله نتعلم قانون قدر التدريج. إذا نعود إلى قول الله سبحانه وتعالى: وآية لهم الأرض. الميتة أو الميتة، ما هو الفرق بين ميت وميت؟ مش عارف بين الميت والحي. ميتة أي أنها ستموت وقدر لها أن تموت. إنك ميت وإنهم ميتون. سواء مقول سبحان الله أن يقول الله لميت مات ويقول له إنك ميت. هل تقبلوها عقلا؟ يخاطب الحي، يخاطب نبيا حيا فيقول يا محمد إنك ميت بحكم نهايتك، يعني بحكم زوال حياتك أن مآلك لقوله إنك ميت للمستقبل، يعني أنك ممن لا يخلد، لست أزليا، إنك ميت باعتبار ما سيقع في المستقبل. فكلمة أما ميت فقد مات حقيقة. فلذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وآية لهم الأرض الميتة. يعني يمكن أحياء ماذا تحييها؟ الله سبحانه وتعالى في آية يقول: وجعلنا من الماء الله